عليه راه مسجله هي. راه مسجله يعني الابيل كان الابيل مسجله سجلات الابيل ديالها هي وياه. صافي مور داك التسجيل صافي ما بقاش عاود حل التليفون، صافي طفاه يسمع راه ديكلارينا صافي هو يطفي التليفون. الا تذكري معايا شحال الساعه باش كان طفى التيلي ولا باش داز الاتصال وباش طفى 7 بحال هكا ديال الصباح، ما بين 6 و 7. وهو كان خرج مع 10 ديال الليل. لا كنخرج مع 3 ديال النهار، نهار السبت. قال لهم راه غنمشي نوصل واحد الكليان وغادي نجي. فاش مشى باش يوصل الكليان قالت لي اختي جيب لي معاك شي صخره من القنيطره. يعني وصل الكليان وتم راجع قال لها انا غادي القنيطره باش نجيب لك الصخره. دونك اتصل باختي وقال لها انا راني رايح. هذه هو اخر اوديو غيصيفط ليها، قال لها انا غادي نجيب لك الصخره من القنيطره. تقريبا ما بين 3 وشحال بحال هكاك ما بين لا ديك الساعه بحال هكاك من بين 3 و 7. هو 3 خرج من الدار صافي مع 7 صافي مشى 7 العشيه. 7 العشيه. النهار ما بقاتش الرحمه في القلوب ديال الناس. هادشي اللي بدينا كنشوفوه وبزاف ديال الامور تبدلات. اجيو باش انا اليوم نعاود لكم القصه ديال ياسين اندرايف. السلام عليكم خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم بغيت نعاود لكم هذه القصه اللي دايره واحد الضجه طبعا في السوشيال ميديا، وكذلك ولات راي العام. غادي نبدا لكم في القصه كيف ما هي وصلتنا وكيف ما قلبنا عليها مزيان. وطبعا كنترحموا على هذا السيد وكنصيفطوا تعازينا العائله ديالو، الزوجه ديالو، الام ديالو والاسره بالكامل. ان لله وانا اليه راجعون. غادي نبدا لكم في القصه ديال هذا السيد اللي خدام في اندرايف. اش غادي نقول لكم قبل ما غادي ندخلوا في القصه؟ غادي نسمعوا الاقوال ديال الاقارب ديالو، الاخ ديالو، الزوجه ديالو والام ديالو. الحمد لله الحمد لله، دار الحق وزهق الباطل بالنسبه للناس اللي كانوا كيقول تصفيه حسابات، الناس اللي كانوا كيقولوا امور ماديه، الناس اللي كيقولوا علاقه غير شرعيه. بغيت نعرف هاد الناس كيفاش حسوا دابا ملي كانوا كيألمونا بهذاك الشيء، وحنا حنا متاكدين ولا كانوا كيعطيو المعلومه غلطه. المعلومات ديال ياسين اندرايف اللي هو عنده 25 سنه، قبل الطفله اللي في العمر ديالها عام و5 شهور. غادي تبدا طبعا في الايام ديال عيد الاضحى اللي كان هذا العام، نهار الاربعاء، نهار الخميس ونهار السبت. غادي تجيه واحد الفرصه ديال العمل. طبعا اللي هو غادي نقول لكم هو انه هذا السيد خدام في الاندرايف اللي خدا هاد الطوموبيل فقط بالكريدي باش انه يهز واحد الاسره، اللي الاسره ديالو اللي كتكون طبعا من الزوجه ديالو ومن الابنه. فهو فاش هز هاد الطوموبيل بالكريدي بدا كيخدم وكيجيبها بالحلال وكيقلب دائما بالرزق الحلال الطيب المبارك. في النهار السبت مع 3 بالنسبه للزوجه حتى هي عندها الخدمه ديالها، فهي غادي تخدم مورا العيد، وكانت نهار خميس غادي تمشي تشوف الوالدين ديالها. وبالنسبه للزوج ياسين هنا غادي يتصل بالزوجه ديالو، او هي اللي غادي تتصل به وغتقول ليه خصك ان شاء الله تجي باش دينا عند الوالدين ديالي باش هكا، لانه الغد لي غادي تكون عندها الخدمه. صافي تواصلت معاه كذلك وطلبت منه انه نهار السبت يخرجهم هي وبنتهم باش هكا نهار السبت يرتاحوا وعاوتاني يكونوا مستعدين يرجعوا العمل ديالهم. فهو مني دائما كتجي واحد الفرصه ديال انه يهز من هن، مثلا واحد الفرصه كتجي في التطبيق ديال اندرايف راه كيمشي، ولكن دائما كتكون تواصل مع العائله ديالو، مع الام ديالو، مع الاخوان، مع اخته، مع كاع العائله. كان واحد الانسان اللي هو طيب، واحد الانسان اللي ما كانش كيفرط في العائله ديالو، سوى العائله الكبيره سوى العائله الصغيره. فهنايا فاش غادي يخرج مع 3 كانت الزوجه ديالو غادي توصيه انهم ضروري يديهم البحر، وضروري انه غادي يجي باش انه ياخذها من العائله او من الاسره ديالها. فملي هي تسنات حتى واحد الوقت وهو تعطل بزاف، غادي يقول لها راه بالنسبه للطوموبيل راه خسرت ليا فيها هكا شي مشاكل، غادي نديها وغادي نصلحها. عاد غادي نخرج ندي واحد الكليان غنديه من واحد البلاصه لبلاصه اخرى، ديك الساعه انا غادي نترككم. فهي هنا غادي تطلب منه تقول ليه معليش ماشي مشكل، حنايا راه غادي نمشي نديباني راسي ونرجع للدار لانه الخدمه عندي غدا.
فهو هذيك الساعة باقي التواصل، وتواصل كذلك مع الأخ ديالو ومع العائلة ديالو اللي كاملين تواصل معاهم، لأنه الأخت ديالو هنا غادي يطلب من ياسين أنه يجيب لها واحد الصخرة. فهو قال لها غير نسالي مع واحد الكليان وأنا معاكم إن شاء الله. هادشي اللي وقع، وخرج نهار السبت مع 3. هذيك الساعة باقي كيتواصل مع الزوجة ديالو ومع الأم ديالو كاملين تواصل معاهم، وقبل ما كان غادي يخرج هادشي اللي قال الأخ ديالو. وليدي كي بقيتي من جهه خوك؟ شويه الحمد لله، حنا غادي كنولفوا بالزمن. كيفاش جاتك الخبر ملي وصلتك؟ كيفاش جاتني صعيبه بزاف، ما قدرتش نتقبل. جيتي تقبل خويا؟ اه شفتيه ملي كان خارج من الدار؟ شنو قال لك فاش كان خارج؟ كان بحال عارف راسي وقع لي داك الشيء، بحال يودعني. شنو قال لك وليدي؟ خويا اسمعي، تهلا في راسك وما ديرش في بالك، وبغيت شي حاجه نعطيها لك وتهلا لي في جسمي. بنيته وراه كان مسكين، هو كتافه، هو دراعه، هو حط عليه الراس، هو اللي لا خصاتو شي حاجه انت كتقرا وليدي. كيقول لك لا خصاتك شي حاجه انا راني موجود. كانت علاقتكم مزيانه. وما كيخلينيش نخدم، كيقول باش تخدم شي حاجه يعطيها لي. هنايا الزوجة ديال ياسين الاندرايف فاش غادي ترجع للدار ديالها غادي تخدي الشغالات ديالها وغادي تجلس وغادي تقول من الضروري انا نتواصل مع الزوج ديالي. فاش كتصيفط ليه كتفاجئ انه كارد عليها كيقول لها راه باقي في الطريق، غير نسالي مع الكليان راه غادي نرجع الدغيا وغادي نخرجكم ان شاء الله. هنايا تسنات بزاف وقال لها غادي نتواصل مازال معاك منين نسالي من الطوموبيل لانه داها عند المعلم. فاش هي ديك الساعات كتسناه باش يتواصل معاها وباش يقول لها اخبار عليه. هنايا وصلت واحد الوقيته في الليل مع ديك 12 ديال الليل، وفاش كتصيفط للزوج ديالها هنايا كتكتشف انه كيرد عليها بالميساجات. وماشي من العاده ديال ياسين اندرايف انه يتواصل مع العائله ديالو هكا بالرسائل، ولكن قبل فاش اتصلت به غادي يجاوب ليها بحال شي واحد مغطي الفم ديالو، ماشي الصوت ديال ياسين الزوج ديالها. هنا غادي تحس بالخوف وغادي تحس بالرعب وغادي تحس بواحد الحاجه كتوقع ماشي تالهي. ولكن من بعد فاش غادي تواصل معاه الاخ ديالو والاخت ديالو وصحابو حتى هما غادي يكتشفوا انهم كيردوا عليهم بالرسائل، ماشي من العاده ديال ياسين اندرايف اللي كان طبعا كيتواصل يا اما بالاوديو يا اما بليزابيل في الواتساب او المكالمه. هنايا تسناو العائله كاملين غادي يجيو غادي يتجمعوا في الدار وغادي يقولوا باللي واحد الحاجه كتوقع ماشي تالهيه، وبداو كيحسوا بالخوف. هي الزوجه ديال ياسين واخا كان فيها النعاس وكانت عيانه وعارفه راسها انه غادي تفيق بكري الخدمه ما قدرتش تنعس لانه الزوج ديالها لحد الان التليفون ديالو مطفيه. فاش تواصل معاهم بالرسائل تم نقاط على الاخبار ديالو هنا حسوا بالخوف وحسوا طبعا انه واحد الحاجه كتوقع ماشي تالهي. من هنايا غادي تبدا العائله كيسولوا الصحاب ديال او الاصدقاء ديال ياسين اللي طبعا حتى هما نقاطع تواصل مع ياسين تقريبا مع 10 الليل ما تواصل مع حتى شي واحد. هنايا غادي ندخل لكم من البوليس هكا تدخلوا وغادي يبغيو طبعا انه الراي العام يطمئن على هذه القضيه. فاش بداو هما ديكلاراو او مشاو عند البوليس باللي هاد الدري او هاد الراجل راه ما بقاش كيتواصل معهم اذا في حاله اختفاء. هنا البوليس غادي يقلبوا مزيان طبعا. هنايا قلبوا على المعلومات اخر الناس تواصل معاهم في المكالمات شكون هما هاد الناس اللي طلبوا منه انه يهزوه او يهزهم البلاصه لبلاصه اخرى. فهنايا غادي يتواصلوا طبعا وغادي يقلبوا. حنايا دابا في الذكاء الاصطناعي وحنايا دابا في واحد العصر اللي المعلومات بزاف دغيا كتوصل. هنا الاسره بغاو يطمئنوا او بغاو يرتاحوا لانهم باغيين يعرفوا واش ياسين باقي حي ولا مات. صافي البوليس هنا بداو كيقلبوا كيديروا الخدمه ديالهم. هنايا غادي يلقاو واحد الشخص اللي كانت محاوله او كان مقتول ولكن كانت محاوله تشويه الوجه ديالو، حرقوه باش ما يبقاش يبان شكون هذا الشخص وكذلك اليدين ديالو تحرقوا. فهنايا البوليس باقي كيقلبوا كيف ما قلت لكم هذه القضيه راه باقي جديده كانوا باقي كيقلبوا على ياسين. وهنايا طبعا البوليس غادي تمشي تقلب شكون هذا الشخص اللي لقاوه محروق ومقتول. هنا غادي يمشيو البوليس طبعا يتواصلوا مع شركه ديال اندرايف وكذلك غادي يتواصلوا مع الاتصالات باش يعرفوا شكون هي
او شكون هذا الشخص اللي تواصل مع ياسين في اخر مرحله او اخر تليفون تواصلوا معاه. قلبوا ولقاو واحد السيده اللي طبعا كانت طلبات انها تنتقل من بلاصه لبلاصه اخرى، واتصلت او تواصلت مع ياسين اندرايف. هنايا غادي يمشيو يتعاونوا طبعا مع الشركه ديال اندرايف باش تعطيهم المعلومات ديال هاد السيده، فين كتسكن، المكالمه او التليفون ديالها. هنايا تواصلوا معاها وجابوها. هنا غادي تعترف لهم. طبعا فاش كانوا قلبوا على هذيك الجثه ديال ياسين غادي يلقاو طبعا انه هو ياسين، واخا حاولوا انهم يشوهوا الوجه ديالو والبصمات ديالو، ولكن هيهات البوليس راه ما كي او الروح عزيزه على الله سبحانه وتعالى. البوليس ديال الان الذكاء الاصطناعي وهاد الامور كامله راه كتعاون مع بزاف ديال القضايا اللي كتوقع، خصوصا الا فيها جريمه قتل. هنايا شنو غادي يوقع؟ غادي يمشيو عند السيده وهي غادي تعترف لهم باللي ماشي هي اللي قتلاتو، ولكن كاين واحد السيد. في الاول كيبانوا بزاف ديال الناس، كل مره كيقولوا جوج ديال الناس، ثلاثه ديال الناس غير السيده اللي قتلاتو، ولكن من بعد فاش غادي تعترف لهم غتبين لهم شخص اخر، اللي هي فاش طلبت طبعا مول الدرايف ياسين غادي يجي وغتقول ليه راه كاين معايا واحد السيد اللي هو كيضر رجليه، غادي تهزنا حنا بجوج. هي غادي تركب في القدام وهو غادي يركب في اللور. طبعا في الجهه فاش كيكون الشيفور ديال لاند درايف، يعني مورا غادي يركب مورا مباشره على ياسين. هنايا فاش غادي يضربوا واحد شويه غادي يبداو يدخلوا في واحد الخلا، تما غادي يهز واحد الحبل وغادي يشنقوا. تخيلوا معايا فين وصلنا، تخيلوا معايا باللي القلوب ولات قاصحه كيفاش. زعما الانسان العادي الطبيعي غادي تجي في راسو انه يدير واحد الجريمه بكل بروده، ما غادي يجيه تانيب الضمير، ما غادي يفكر بلي غدا غادي يلقى الله. فغادي نكمل لكم. هنايا غادي يشنقوا وغادي يحبسوا في واحد البلاصه، وديك الساعه غادي يهز البنت وغيوصلها للدار من بعد ما عرف انه ياسين فقد الحياه. هنا غادي ياخذ منه كيف ما كيقولوا السرله ديال الذهب وكذلك التليفون ديالو، وغادي يغبروا طبعا الطوموبيله. راه ماشي شي حاجه اللي غادي تجيه صعيبه باش انه يخفيها. يقدر يبيع مثلا البياس ديال الطوموبيله، ممكن يبيعها مثلا هكا ويحرقها، بزاف ديال الامور. والتليفون ديك الساعه طفاه. ولكن هيهات مع البوليس. انا غادي نمشيو طبعا للبلاصه لوكاليزاسيون فاش غادي ينتقل او فاش غادي يتحرك ياسين لاند درايف، وفين جاتو البلاصه اخرى اللي غيدي البنت. هنايا راه طبعا لقاو الكاميرات وبزاف ديال الامور اللي تعاونت معهم. في نفس الوقت هاد البنت اللي اعترفت، ولكن هي كتقول انا ما كانش في راسي باللي هاد السيد غادي يقتلو. بالنسبه للناس اللي كيقولوا شحال من الاشخاص، راه لحد الان وصلوا ل9 هما عصابه كبيره، ولكن باقي التحقيق راه كاين. راه هادشي غير دابا كيقولوا للناس الراي العام باش يطمئنوا ويعرفوا طبعا انه هاد القضيه خصها العداله، وخص الناس يرتاحوا من جهه هاد المجرمين. دابا حاليا كيقولوا وصلوا 9 ديال الاشخاص وكاملين متورطين، ولكن القاتل هو اللي شنق ياسين اندرايف، والبنت تسترت على الجريمه حتى هي عندها الحق ديالها انها ساهمت في الجريمه. واخا داها للدار، واخا كتقول انا ما عنديش مثلا حتى شي علاقه بالقتل ديال ياسين، ولكن هو كيقول بالعكس. كل مره شنو كيقول؟ مره كيقول راه ياسين كان مثلا بغى كيتكلم مع مثلا الخطيبه ديالي قدامي، مره كيقول مثلا لا انا راه كنت كليت واحد الحاجه وما كنتش عاقل. فهنايا غادي نقول لكم باللي بزاف ديال الاشاعات اللي هضروا على ياسين اندرايف كل شيء هذاك الشيء راه كذوب. الانسان كيف ما كتشهد له الزوجه ديالو الام ديالو والعائله ديالو، انسان كيخاف الله، انسان كيجيبها بدراعه بالحلال. فهذاك الشيء كامل بزاف ديال الاشاعات. وحتى هذاك المجرم كان كيقول يعني بزاف ديال الامور، كل مره الشهاده ديالو كتكون مختلفه على المره اللي قبل منها. فهو دابا كنجر معاه بزاف ديال الناس، 7 ديال الناس ولا 8 ديال الناس اللي كانوا طبعا تعاونوا معاه باش يخفي مثلا الجثه وباش هكا تستروا عليه. كاملين غادي ياخذوا الجزاء ديالهم. وهنايا غادي يكونوا دمروا واحد الحياه ديال الانسان اللي ما عنده حتى شي ذنب، وواحد الاسره اللي اكيد قلوبهم دابا تحرقوا على جهه ولدهم، الزوجه ديالو، الابنه شنو الذنب ديالها انها غادي تربى يتيمه الاب اللي باقي صغير 25 سنه. الله يرحمه والله يصب العائله ديالو. هذه القصه الا كنت انا عطيت مثلا شي معلومات خاطئه
كان اعتذر منكم وكان اعتذر من الاسره ديال هاد السيد الله يرحمه، والله يثبت الزوجه ديالو ان شاء الله ويعطيها الصبر ويرزقها ان شاء الله من حيث لا تدري ومن حيث لا تحتسب. تعاونوا معها وقفوا معها كيف ما كتقول عندها مثلا ديك الطوموبيله كانوا واخدها مسكين غير بالكريدي، وقفوا معاهم باش انه يردوا هذوك الكريديات او هذوك الناس طبعا اللي كانوا دايرين الكريدي لياسين اند درايف. حاولوا انكم تسمحوا ليه وربي غادي يعوضكم في الرزق ديالكم ان شاء الله. انا كنقول لكم واحد الحاجه، بلي اليوم ما بقاتش ثقه بزاف ولاو بزاف ديال الجرائم. كيفاش مثلا هذا الانسان الا كان مثلا هو بالعقل ديالو غادي يدير واحد الجريمه على قبل انه ياخذ طوموبيله وعلى قبل انه ياخذ واحد التليفون وواحد السرله وشي حاجه بسيطه. هادشي ما كيستحق انك تشنق واحد الانسان اللي باقي العائله ديالو باغياه، اللي باقي عنده الناس اللي كيحتاجوا يوقف معاهم، كيصرف على الاسره ديالو، كيجيبها بالحلال. وانتم في القلوب ديالكم ما كايناش الرحمه. الله يرد بينا. ولات الجريمه بحال الا غتقتل غير واحد الحولي، مثلا غتذبح الحولي ولا مثلا واحد المش ولا هذا الشيء لا يعقل. حاولوا انكم تعرفوا مع من، خصوصا الناس اللي خدامين بهاد الخدمه، لانكم كتعرضوا طبعا الحياه ديالكم الخطر. مثلا شي واحد هكا كيطلب منك واحد لوكاليزاسيون ديه من هنا لهنا، ومثلا كيقول لك انا غادي نزيد لك، لانه بالنسبه للدرايف واحد المعلومه اللي عرفتها هي انه لوكاليزاسيون كيتسجل من البلاصه اللي طلب منك الكليان، البلاصه اللي غتحطو. الا وصلتي لواحد البلاصه مثلا وهو الكليان كيقول لك غير دخلني مثلا راه باقي واحد 2 دقائق نوصل للدار، ديك الساعه رفض ليه، لانه المعلومات ديال كاملين مسجلين في التطبيق. دونك حاول انك دير الخدمه ديالك وانت داكشي اللي مطلوب منك من الاول. وكذلك الا لقيتي الكليان باغي يجبد منك الهضره، باغي يجر لك اللسان ديالك، ما تهضرش معاه. هو ماشي خوك، ماشي صاحبك، ماشي من العائله ديالك. حاول انك دير الخدمه ديالك وانت سد الفم ديالك، لانه اليوم كاين الغدر وكاين الجريمه كثرت بزاف. فحاولوا انكم تردوا البال، حاولوا انكم تواصلوا مع الزوجات ديالكم، مع الاسره ديالكم. وصلتوا لواحد البلاصه تلقوا مثلا فيديو، حاولوا انكم تركبوا مثلا الكاميرا طبعا بالاذن ديال البوليس، باش هكا الناس الاسره ديالكم يعرفوا فين غاديين وفين واصلين، لانه هادشي ولا كيخلعوا بزاف. الله يصبر الاسره ديال ياسين، وتهلاو ليا فراسكم. غادي تكون قصه جديده ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.